اهلا بكم اعزائي المشاهدين ومشاهدي قناه دكتور سعيد عبد الغفار قناه الملوك، وحكايه جديده مع ولاء ابو زيد. الحكايه متشعبه المره دي، لان الضيف اللي معايا في مؤسسه عبد القادر الحسيني هو كاتب، ناقد، صاحب، مشرف على صالونات الغير، مشترك في مهرجانات او في تكريمات، بيشارك في ندوات ثقافيه. هو حب حاجات كتيره، بيحبها كلها وبيجدها كلها، بس في الوقت نفسه هو لما قال لي ان انا متعتي ان انشر للغير او اساعد الغير اكتر من اني انشر لنفسي، او ان انا اعمل حاجه خاصه بي، عمل خاص بيا. انا متعتي ان انا اعمل صالون ادبي لحد تاني وافضل معاه لحد ما انجح الصالون واكبره. في الوقت نفسه اللي هو بيعمل صالون، هو مهتم مؤخرا بصالونه بس مش قد اهتمامه بباقي الصالون. الضيف اللي معايا معرفش، ممكن حبه للمساعدة فعلا هو طاغي اكتر على تركيبته او على تكوينه، او الجزء الخير فيه اكتر، هو اللي بيتحكم فيه. انا معرفش التركيبة كلها جاية ازاي، ده اللي هنعرفه من حضرتك الاول. مساء الخير عليك. مساء الخير على حضرتك. حضرتك شرفتني ونورت صالون الاستاذ عبد القادر الحسيني. انا مش هعرف الناس بحضرتك، انا هسيبك تتكلم باستفاضه عن حضرتك. أنا محمد المصري، إعلامي وشاعر. يمكن أنا بدأت في منتدى فضفضة للآداب والفنون برعاية الشاعر الأجيال الأستاذ الكبير جلال عبدين رحمة الله عليه. بدأت كإيه؟ أنا رحت بالصدفة، يعني أنا كانت البداية صديق كان معاني الندوة في دار الأوبرا المصرية، فكانت الندوة دي كانت لفضفضة للشاعر الكبير جلال عبدين، فحضرتها، ويمكن دي كانت أول مرة أدخل دار الأوبرا المصرية تقريبا في 2015. الإحساس وأنت داخل دار الأوبرا؟ ما كنتش متوقع طبعا كده، الأوبرا كنت مثلا أعدي من جنبيها، ما كنتش متخيلها أدخلها إزاي يعني. فقابلني صديق في ندوة ما، فقال لي ده في ندوة بتقام كل مرتين في الشهر، فاداني دعوة فحضرت الندوة، فلقيت يمكن انا بحب اتكلم عن الموضوع ده كتير. لقيت الندوه كان فيها قامات كبيره جدا بس الجمهور كان قليل جدا، فاستغربت ازاي مكان زي ده ثقافي كبير في مصر يبقى فيه العدد القليل دوت. فابتديت اتعرف بقى على الاستاذ جلال عبدين رحمه الله عليه، وقلت له طب ما نعمل صفحه على الفيس والناس تعرف فضفاضه فضفاضه ونعمل دعايه وكده وبتاع. فهو استحسن الفكره بتاعتي وبدانا نعمل الدعايه، عملت له انا الدعايه وبتاع، فابتدت الناس تحضر فضفضه دي، لدرجه ان فضفضه بقت الناس كلها عارفاها في الوسط الثقافي في مصر كله. مع ان اللي كان بيدير فضفضه دي كان قامه كبيره جدا، استاذ جلال عبدين من الشعراء الكبار في مصر جدا، وانا اتعلمت منه كتير وهو استاذي. فبعد كده جينا بقى مهرجان في حضروا الفضفضه